أصدقائي وأحبائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. تحياتي لكم بهيدي الحلقة الخاصة بمناسبة عيد رأس السنة، ومنعيدكم ومنقلكم كل سنة وأنتم بخير بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة. ومثل ما عودناكم أنه بكل سنة نستضيف أحد المنجمين، وهيدي السنة حبينا نستضيف مسبع القارات أبو عفيف. أهلا وسهلا فيك أبو عفيف باستديوهات قناة منوعات مع جو. أهلا فيك أستاذ جو، لك يا تقبرني، أنا اشتقت لك. وأنا بالأكتر أبو عفيف، بس قبل ما نبلش بالحلقة وناخد اتصالات المتابعين والمشاهدين، بدي أسألك، أنت اشتغلت قهوجي واشتغلت فنان واشتغلت شيف وهلأ قررت تشتغل منجم. طيب يا أبو عفيف، ليه ما بتثبت على شغلة وحدة؟ طب يا أستاذ جو، أنا خلقي ضيق، ما بقدر إثبات. شو بعمل لك؟ أنا بحب الحركة يا أخي. طيب أبو عفيف، خليني أنا وأنت ومستمعينا الكرام نبلش حلقتنا ورح نتلقى أول اتصال. ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضلي، مين معنا؟ معكم سريعة على الآخر. أهلا وسهلا فيكي، سريعة على الآخر. شو بتحبي تسألي المنجم أبو عفيف؟ أستاذ أبو عفيف، أنا عندي ماراثون بأول يوم من السنة الجديدة، فحابة أعرف منك أنا رح أربح يا ترى؟ شكرا لك، سريعة على الآخر. تفضل أبو عفيف، جاوب مستمعتنا شو بتقلها. بداية اسمحوا لي أقولكم إنه أنا على طول متفائل بتوقعاتي. بالنسبة لإلي أنت ما بنصحك تشاركي. رح تسأليني ليه؟ لأنه من بعد ما تركضي 4 خطوات رح تتزحلق بقشرة موز، رح تكسري ايديك واجريك، ورح تتلقحي بالتخت 3 أشهر. يا لطيف، يا رب تنجينا. مثل ما عم قلك، فبلاها هالمشاركة. خلينا ناخد الاتصال الثاني. ألو، مساء الخير. الو، مساء النور، تفضلي، مين معنا؟ معكم أنسة أو الشجواز. اهلا وسهلا والله يوفقك. تفضلي، شو سؤالك للاستاذ ابو عفيف؟ أستاذ أبو عفيف، أنا خطيبي شخص عصبي وعرسنا قرب، تنصحني كفي معه وآخده؟ شكرا لك مستمعتنا الكريمة. تفضل لك ابو عفيف. لايكو يا طوبروني، أنا برجع بذكركم إنه أنا شخص متفائل. أنا ما بنصحك تاخدي، لأنه من أول يوم راح يضربك بوكس، راح يطير لك سن من أسنانك. لا، عن جد متفائل ابو عفيف. طيب ابو عفيف، بنهاية اللقاء انا حابب اسألك عن قناتنا. شو بتتوقع لقناتنا استاذ ابو عفيف؟ قناتك أستاذ جو راح تفوت على الصين، راح توصل للصين، الله يبشرك بالخير. بس ما راح تفوت لا، لأنه ما راح يعطوها التأشيرة يا تقبرنا. ولهون أصدقائنا وأحبائي المتابعين بنوصل لنهاية مشوارنا مع المنجم أبو عفيف. وأنا بدي أقول بنهاية حلقتنا لجميع المستمعين والمتابعين، بدي أقولكم كذبوا المنجمون ولو صدقوا، لأنه الغيب ما حدا بيعرفه غير رب العالمين. والهون بودعكم ومنلاقيكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.